السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا احلى متابعين؟ وحشتوني جدا. شايفين النهاردة ما شاء الله وصفة الحمام الكذاب هنعملها النهاردة بطريقة بسيطة جدا وسهلة. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. اولا عندي وراك مخلية طبعا، عايزة تخليها انت في البيت اخليها، عايزه تعملي بتاع الفراخ هو اللي يعملها لك خليه هو يعملها. بصراحه انا جايباها كده جاهزه. تمام. نضفتها كويس بالدقيق والخل والليمون وصفتها وحطيتها بالشكل ده. هنعمل لها تتبيله بسيطه كده في الكبه، عباره عن بصله متقطعه قطع صغيره مع طماطمايه مع قرن فلفل وفصين توم وشويه بهارات عليها، 7 بهارات وملح وفلفل اسود، بس كده. هنخلط المكونات دي كلها مع بعض لغاية ما يديني خليط ناعم جدا. وصفة هايلة يا جماعة، يا ريت تجربوها وبطريقة بسيطة جدا. في ناس كتير بتخاف تعملها بس بصراحة ما فيهاش اي حاجة. هنا بضرب الخليط بتاعي بتاع التتبيلة، هنضيفه كمان معلقتين من الخل، ما كترش عشان ما يبقاش لاذع او الطعم. بالشكل ده هضربهم كمان ضربة مع بعض. الكبة بتاعتي بتعكس شوية معلش بالشكل ده. هعمل ايه هنا؟ ادي التتبيلة بتاعتي اتطحنت وبقت بشكل ناعم اهو زي ما انتوا شايفين. هاخد منها معلقتين كده اشيلهم على جنب، معلقتين صغيرين، هقولكوا بعد كده هنعمل فيها ايه. تمام. هجيب بقى الوراك المخلية اللي عندي وهتبلها كده من اللحم وتحت الجلد من فوق ومن تحت بحيث ان هي تتشرب التتبيلة كلها. هجيب طبقتين نضيف اهو واتبلها واحد واحد زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما احط التتبيلة على الفراخ بتاعتي او الوراك هسيبها في التلاجة مش اقل من ساعتين علشان تتشرب التتبيلة كويس. في ناس ممكن تحط عليها شوية ملح وفلفل اسود وخلاص، بس انا حبيت اديها طعم كده حلو. اهي حطيت التتبيلة على الفراخ كلها وهحطها في التلاجة. هاجي اعمل ايه دلوقتي؟ هعمل الرز اللي هحشي بيه الوراك بتاعتي. هنا حطيت شوية من الزيت، هنزل عليهم ببصلاية متقطعة قطع صغيرة. لو عايزة تضيفي هنا كبد او قوانص براحتك، بصراحة انا ما ضفتش عشان احس كده بطعم الرز كده لوحده. تمام. هشوح بس البصل شوية، مش هخلي لونه يتغير بس يدبل بس. تمام. ضفت له شوية فلفل اسود وهضيف له شوية ملح اهو واشوح تاني. بالشكل ده. في الوقت ده هكون غاسلة رز على حسب بقى الكمية اللي انت عايزاها ومصفيها كويس، وهنزل بيه على البصل اهو واشوح ده كله مع بعض. كل ما اقلب الرز مع البصل مع الزيت اللي عندي هيتشمع الرز، فبالتالي مش حجمه مش هيزيد قوي في ورك الفراخ نفسه، يعني حجمه مش هيزيد. تمام. فاحاول اقلبه شوية كده محترمين كام دقيقة كده. وهنا ضفت له شوية ملح مع فلفل اسود وهقلب ده كله مع بعض بالشكل ده. لو ما طولتش عليكم الفيديو بوريكم لونه اتغير شوية. وهنا ضفت له المية، وعلى فكرة ضفت للرز شوية من القرفة بس مش عارفة ما تصورتش ليه، بتدي طعم حلو، شوية قرفة صغيرين. وهنا المية بتاعة الرز ما تبقاش عالية قوي عن الرز، هنا يا دوب تبقى مغطياه. ليه؟ لان هسوي الرز نص سوا. الرز اللي هحشي بيه الفراخ هسويه نص سوا بس،
خدت منه اهو الرز، سويته نص سوا وخليته يبرد تماما على ما الفراخ بتاعتي اتبلت. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة. هنا هاخد الرز واحاول ان انا ما ازودوش قوي جوه ورك الفرخ بالشكل ده. ادخله كده جوه الدبوسة، طبعا هي مخلية اهو، والرز بارد زي ما قلت لكم. احاول الف بقى الجزئين على بعض بالشكل ده. عايزة تخيطيه براحتك، عايزة تحطيه تعمليه بخلة كده زي ما انا عملت. انا بصراحة عملته بخلة، في ناس ما بتعملوش بحاجة خالص، بس بصراحة انا خاف يفتح فبعمله بخلة. واحدة واحدة هتلاقي الخلة دخلت معاكي وقفلت معاكي الفراخ بالشكل ده. وزي ما قلت لكم نحاول ان احنا ما نزودش الرز علشان ما تفتحش معانا بالشكل ده. هنا كمان في شوية تتبيلة وقعوا من الفراخ حطيتها، وهحط لها كمان خل. شايفين شكله عامل ازاي؟ كأنها حمامية بالظبط، ما شاء الله، بسيطة جدا. هعمل لكم كمان واحد كده على السريع. اه هحط الرز برضو مش كتير واضغطه واقفل الجنبين على بعض، واحاول ان انا اشد الجلدة علشان تغطي اللحم بتاع الفراخ عشان ما يقعش منها الرز. يعني احاول بقدر الامكان احط الجلد على الجلد. يا ريت لو وصلتوا معايا لغايه هنا ما ننساش ندوس لايك ونشترك في القناه وتشرفوني باشتراككم. بس كده. طريقه التسويه بقى ليها اكتر من طريقه. في ناس بتحطه في ورق زبده وفويل وبتسلقه عادي زي الفراخ، كل واحده كده لوحديها. النهارده هنسويه بطريقه ابسط من كده. هنجيب شويه خضار في صينيه ونحط عليها كأنك بتسوي فرخه بالظبط. اهو ادي التانية اهي قدامنا، بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل اهو. زي ما قلت لكم هجيب صينيه اهو، ده شكلهم كلهم ما شاء الله، اللهم صل على النبي، روعه يا جماعه. اتمنى ان انتوا تجربوه. جبت ايه الخضار اللي عندي، عندك جزر، بطاطس، كوس، عايزه تحطي اي حاجه. انا عندي هنا بطاطس قطعتها شرايح كانك هتعملي صينيه بطاطس بالظبط. حطيت عليها شويه من البصل برضو المتقطع. هنا ما ضفتش توم. فاكرين بقى المعلقتين التتبيله اللي احنا شلناهم على جنب اهم، هضيف لهم ايه كوبايه من الميه المغليه. يا ريت الميه هنا تبقى سخنه علشان تزود من السرعه، ما تاخدش وقت كتير يعني في التسويه. تمام. هقلب الميه مع التتبيله دي وهرشها على الخضار، تدي طعم حلو جدا بالشكل ده. اوزعها كده على البطاطس والبصل اللي عندي. هجيب بقى حمام الكداب بتاعي، هو صحيح كداب بس طعمه روعة، اتمنى ان انتوا تجربوه. وارصه كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين فوق البطاطس. وهضيف كمان شوية من المية، كمان كوباية علشان الخضار يستوي. هنزل الشبكة اللي في الفرن، هنزلها تبقى قريبة
من ارضية الفرن ومولعة الفرن على اعلى درجة حرارة. هنا غطيت الصينية بالفويل، هحطها تحت في ارضية البوتاجاز ربع ساعة، وبعدين ارفعها على الشبكة. بتقعد تقريبا 45 دقيقة كمان، يعني اجمالا ساعة. هنحطها في الفرن ونشوفها لما تطلع. اهي ما شاء الله، شايفين شكلها عامل ازاي، والبطاطس ولا اتهرت ولا اي حاجة. انا ما حطيتش حاجة على الفراخ بتاعتي، والله ما دهنتهاش اي حاجة، يدوب ولعت عليها الشواية وبس. بعد ما اخدت تقريبا ساعة ولعت عليها الشواية، يعني لا دهنت صلصة ولا كاتشب ولا اي حاجة، ولا حتى اي مادة دهنية، بنفسها كده زي ما هي. ولعت عليها الشواية وخلاص. ما شاء الله لونها جميل وروعة. طبعا لسه سخنة اهو. شلنا الخل اللي كنا حاطينه، هوريها لكم بقى ان هي مستوية من جوه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اهو شايفين الرز من جوه. هنفتحها كمان، يلا اقلب اقلب، يلا من الناحية التانية اسهل. اهو الرز من جوه ما شاء الله مفلفل. شوفوا الفراخ مستوية ولا لا. اهي شايفين بيضة ازاي، ما شاء الله، الله اكبر. بتتقطع بالشوكة بمنتهى السهولة. يعني الفراخ استوت والرز مفلفل، ما هوش معجن ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. وصفة جميلة جنب شوية رز وغدا خطير يا جماعة. اتمنى ان انتوا تجربوه. ما شاء الله. وادي البطاطس اهي، كل واحدة بوحدتها، لا اتهرت ولا اي حاجة.